السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي افضل حال. النهاردة بقى هعمل معاكم وصفة حلوة قوي، يا رب تنال رضاكم. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد وشمس يوم جديدة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجة هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا جابر الكسر ويا مصلح الأمر، اجبر يا رب العالمين كسر قلوبنا، وانزل يا رب رحمتك علينا، وارزقنا بكرمك، واعف عنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا رحمن القلوب يا رب يا رحيم. يا رب العالمين اصلح لنا امرنا، اللهم امين امين امين. بصوا حبايب قلبي، انا معايا كده يا بنات، ايه معايا؟ نص كيلو مفروم. تمام. عملت ايه على نص المفروم؟ النهارده انا هعمل معاكم حواوشي. بس والله بصي، انسى اي طريقه حواوشي تانية، حاجه كده اللهم بارك، حاجه فاخر من الاخر يا بنات. بصوا حبايبي، انا معايا نص كيلو لحمه مفرومه، ومعايا يعني قد مثلا 50 جرام ليا. هي كانت قطعة عندي في الفريزر، انا نزلتها وقطعتها، ممكن على فكرة تبشريها، بس انا قطعتها قطع صغنونة خالص. لما بكون مجمدة بتكون سهلة ان انت تقطعي اللية خلاص. وحطيت بقى يا بنات 4 بصلات مفرومين، تقطيع خشن شوية خلاص يا حبايب قلبي. وحطيت يا بنات بسم الله الرحمن الرحيم 3 قرون فلفل سبايسي على رومي. خلاص حط 3. ويا سلام بقى لو الفلفل يكون احمر، هيبقى يعني هيخدمك بقى، هتاكلي شويه حواوشي انت هتشوفي دلوقتي. وهقولك على طريقه التسويه بتاعته المتينه الجميله اللي يطلع معاكي الحواوشي كريسبي وفي نفس الوقت طري. طب ازاي؟ هتعرفي دلوقتي. بصي بقى، نزلت بالبصل بالفلفل السبايس الاحمر ب50 جرام ليا على نص كيلو مفروم. مكست كل ده يا بنات مع بعضه، لازم تمكسيه حلو قوي. طب ايه بقى التوابل بتاعتي المميزه؟ بصوا بقى، بشرة جوزة الطيب خلاص، معلقة صغنونة سماق، والسماق ده من عند العطار هيديها تيست حلو قوي يا بنات. معايا بقى ايه؟ معايا معلقة فلفل اسمر، معلقة جنزبيل، معلقة بابريكا، معلقة توابل لحمة، معلقة 7 بهارات، مكعب مرقة خلاص يا بنات، اللي هو مكعب ميجي. حطي كل ده على بعضه ومكسيهم. وهنحط على النص كيلو لحمة 3 معالق دقيق، بالظبط كده 3 معالق خلاص يا بنات، 3 معالق ممسوحين خلاص. يبقى انا حطيت ايه؟ حطيت نص كيلو لحمة مفرومة، عليها يا بنات 3 قرون فلفل احمر سبايسي، حطيت 4 بصلات متقطعين مفرومين يعني تقطيع خشن شوية، حطيت 3 معالق دقيق، حطيت 50 جرام ليا. حطيت بقى يا بنات التوابل، قلت ايه؟ معلقة صغنونة سماق، حبة بشرة جوز الطيب، فلفل اسمر، بابريكا، 7 بهارات، بهارات لحمة، والملح بتاعي اظبطيه، ومعلقة صغنونة قرفة. خلاص يا بنات. النص كيلو لحمة بقى بفضل الله عمل لي قد ايه يا بنات؟ عمل لي حوالي 10 أرغفة. انا بقى قسمت كل رغيف على كورة حلوة، زي ما انت شايفة حجمها كده قدامك يا بنات. قسمته على ايه؟ النص كيلو طلع لي 10. ولا بقى حطيت عيش، ولا حطيت بقسماط، ولا حطيت صويا، لا هو يا بنات 3 معالق دقيق بس. جربي وشوفي، هتاخدي طعم اللحمة صافي خلاص. وهو نص كيلو اعتقد يعني يكفي 6 افراد، فاهمين قصدي؟ اهو يا بنات قسمته على عدد الرغيفة زي ما انتوا شايفين كده. لازم الاول ايه؟ اعمل الكور على عدد الرغيفة، وبعدين بقى اجيب العيش. مع العلم ان انا معايا جبنة ولسه هحط إيه بقى؟ هكور 10 حتت جبن كده موتزاريلا، وميكس معايا ده ومعايا ده. هعملهم 10 واقوم ايه؟ واقوم يا بنات حشياهم بقى. يعني هعمل 10 كور. ماشي يا بنات. بصي بقى، انا هحط الجبنه فين؟ دوت اول رغيف اعتقد ان انا ما حطيتش في الجبنه، مش اصلا عملت واحد من غير جبنه. استنوا بقى اشوف معاكم. اما سكت طلعت رغايه. والله العظيم طلعت رغايه، حسيت بهدوء. انتظروني بقى. بص، اصل انا عملت اول رغيف لبنتي عشان بنتي مش بتحب الجبن خالص، فلو انا ما حطيتش الجبنه هنا يبقى هو ده الرغيف بتاعها. مش عارفه بقى، اصبروا هنشوف مع بعضينا. لا اعتقد ده اللي من غير جبنه يا بنات، يبقى ده الرغيف بتاع نونا، ده بتاع نانسي. خلاص تعالوا بقى نشوف الباقي هنعمل ايه. انا معايا بقى موتزاريلا، همسك اهي حطها في الطبق يا بنات، وزودت تاني بقى لاني عملت كور كور. بصوا، شكلت كده انا هنا خدت، بس انا بعد كده بقى شكلتها 10 كور.
9 كور بقى. خلاص شايفين زي ما انتوا شايفين كده، بدأت ان انا اكورها يا بنات واقفلها حلو كده. حطيت الجبنة من النص وكورت بقى الايه الكورة. وهبدأ بقى ان انا احطها فين يا بنات، احطها في الرغيف. هنزل الرغيف، انا ما قصيتش العيش ولا حاجة يا بنات، انا فتحته من الجنب فتحة يعني على قد ان انا احط ايدي. شايفين المنظر، على قد يا بنات ان انا بس احط ايدي. والله العظيم يا بنات طعمه لحمه صافي خطير يا بنات، جربوه بالطريقه دي حلوه قوي. بصراحه انا كان نفسي فيه، بصراحه انا كان نفسي في الحواوشي قوي. وانا عندي يعني ايه فريقين، فريق زيي مدمن حواوشي، وفريق تاني كل ما نيجي نقول حواوشي يقولوا لا مش عايزين، لا مش عارفه كده، فاهمين؟ اللي هم الناس المحبطين بقى، هم عارفين نفسيهم لما يشوفوا الفيديو هيعرفوا. ماشي، المهم ايه، فانا قمت عامله يا بنات ايه، كورت بقى 10 كور كده، حطيت عليهم في كل كوره شريحه بقى جبنه كده. عايزه تحطي اي نوع جبنه حطي، بس انا عشان كنت جايبه الجبنه ديت من جمله اونلاين، كنت جايبه كيس موتزاريلا وكيس ميكس الاتنين مع بعض. فانا بقى كنت ممكسه بقى كده، ويعني عملت والله شويه حواوشي يا بنات خطير بقى، مع الكاتشب مع المخلل مع البطاطس المحمره. وهقول لك بقى على طريقه التسويه اللي استحالة يبوظ منك ابدا، والله العظيم استحالة. وحرفيا ما خدش وقت ثانية الا ثانية، هتشوفيها دلوقتي. المهم خلاص يا بنات، فردت بقى خلاص الكور كلها كده معايا في ال10 ترغيفة دول. النص كيلو طلع لي 10. ماشي والله يا بنات ما حاطة اي حاجة، هما بس ال3 معالق دقيق علشان بس يمتصوا اي سوائل بس. بصي بقى التسوية يا بنات، شايفين؟ جبت بقى الصاجة بتاعة الفرن وحطيتها فوق الصاجة، يعني عارفين الصاجة بتاعة الفرن اللي تحت، انا بقى حطيت الصينيه بتاعه الفرن في الرف اللي بعديها على طول. دهنت الصاجه زيت وبعدين بدات بقى احط الرغيفه زي ما انتوا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده يا بنات. شايفين الارتفاع بتاع الصاجه؟ ادي النار اهي، وادي الصاجه اهي عشان تسوي مره واحده، ودي صينيه الفرن اللي بتيجي مع الفرن نفسه، عارفينها دي جايه اصلا مع الفرن نفسه. انا بقى ايه حطيت عليها، غسلتها ونشفتها وبعدين دهنتها شويه زيت. وبدات بقى يا بنات زي ما انتوا شايفين كده، اول ما الاقيه خد لون من تحت اقوم قلبان الناحيه التانية علشان برضو ياخد لون. شايفين المنظر ده اهو؟ هيطلع بقى معاكي كريسبي خالص. طب انا برضو عايزاه يبقى برضو طري شويه مش كريسبي، وانا مطلعاه كريسبي كده. لميته كله حطيته في الحله زي ما انتوا شايفين كده جوه الحله، وغطيت الحله. اما هو بقى ايه يعني ايه اللي هو ايه يعني ريح شوية كده، فبقى ايه بقى طري سيكة خلاص اهي. شايفين اهو زي ما انتوا شايفين كده. طلعته بقى كله في الحلة زي ما انتوا شايفين بالشكل الجميل دوت. وغطيت الحلة اهو، هغطيه هيطلع زي الفل بقى يا بنات. خلاص كده كانوا شوية حواوشي. شايفين شكل الرغيف؟ قطعته بقى يا بنات على نصين بصراحة، لان الرغيف مش كبير قوي. قطعته على نصين وحمرت جنبه بطاطس ومخلل وكاتشب، وكانت غدوة جميلة. وربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، قادر كريم يا رب العالمين. شايفين يا بنات؟ حطيه كده، انت عاملاه مقرمش، حطيه كده بس علشان ايه؟ علشان يطرى معاكي. فاهمين قصدي يا بنات؟ عشان يطرى شويه معاكي. طلعوا بسم الله ما شاء الله، عيالي كانوا مبهورين بيه، اللي هو الفريق اللي زي بقى اللي بيحب الحواوشي. حاجه كده يا بنات فاخر من الاخر. اللهم بارك، وربنا يديمها نعمه يا رب، وتعيشوا وتعملوا الحلو كله، وتعملوا كل حاجه بايديكم. ما تتحرموش من صحتكم ابدا، ولا يحرمكم من صحتكم ولا من حبايبكم يا رب قادر كريم. بدعي لكم من قلبي والله. ده يا بنات كان فيديو النهارده. واخر كلامي ان الحمد لله رب العالمين.